مرحبا بكم على قناتكم بيكي كورة. سوف نخصص هذا الفيديو للحديث عن أخبار مولودية الجزائر. حجر يرفض مونديكو وأيمن بوقرة لاعب شباب قسنطينة على بعد خطوة من التوقيع. المدرب الجنوب الإفريقي روراني موكوين بات قريبا من إمضاء في مولودية الجزائر. كل هذه التفاصيل سوف نتابعها في هذا الفيديو. البداية تكون بالمدافع مونديكو المسرح من فريق اتحاد العاصمة. رفض فريق مولودية الجزائر فكرة انتداب المدافع مونديكو بالرغم من أن مولودية الجزائر قام في هذه الأيام بفسخ عقد مدافعه كمال حميدي بعد 4 مواسم حمل فيها ألوان العميد، وجاء الرفض لأسباب فنية ومالية حسب مصادر مقربة من الإدارة. وفي تطور جديد بات اللاعب أيمن بوقرة قريبا جدا من الانضمام إلى العميد. اللاعب قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي مع شباب قسنطينة، والإدارة ترى فيه دعما هاما للخط الخلفي. التوقيع الرسمي قد يتم خلال الساعات القليلة القادمة. أما بخصوص المدرب الجنوب إفريقي موكوينا فكل شيء جاهز للتوقيع، وينتظر فقط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الجزائر من أجل إنهاء كافة التفاصيل والتوقيع الرسمي مع مولودية الجزائر. وفي خطوة تسويقية شهد مركز تدريبات مولودية الجزائر مراسم توقيع عقد شراكة بين مولودية الجزائر وشركة بيك المختصة في الألبسة والعتاد الرياضي بحضور الإدارة واللاعبين، خطوة ستعزز الجانب التسويقي للنادي وتدعيم الفريق ماليا. ما رأيكم في صفقات مولودية الجزائر أيمن بوقرة والمدرب موكوينا؟ هل تتوقعون أن يكون إضافة قوية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات واضغطوا لايك والاشتراك في القناة لمزيد من أخبار مولودية الجزائر والكرة الجزائرية.